خواتيم. كان يعمل مؤذنا لله عز وجل، فهو من الثراء بمكان. في عصرنا هذا، لا أتكلم عن عصر الصحابة ولا عن عصر التابعين، في زمننا هذا يؤذن ابتغاء وجه الله، لا يريد جزاء ولا شكورا، ورجل ثري وسع الله عليه، وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش. كل ما يبكيه أنه حرم من الأذان في آخر الأيام، وفي اليوم الذي قدر الله عليه الوفاة يبكي لربه جل في علاه ويقول: يا رب يا رب، أي ذنب هذا الذي ارتكبته لأتوب إليك منه؟ أي ذنب هذا الذي حرمني من الأذان في آخر اللحظات لأتوب إليك منه؟ يا رب لا تحرمني بذنوبي من هذا الأذان الذي تعلق به قلبي، والذي طالما حرصت عليه طوال حياتي، لا تحرمني منه بذنوبي في آخر لحظات حياتي. وحان وقت العصر. قبل هذه الدعوات فسمع الأذان يرفع من المساجد القريبة من بيته فبكى وهو في الفراش، لا يقدر على القيام ولا على الحركة ولا على الخروج، وإذ به يقوم ويقف على السرير الذي ينام عليه ويتجه إلى القبلة ويرفع الأذان في بيته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، إلى أن وصل إلى قوله: لا إله إلا الله. وسقط على الفراش فأسرع إليه أهله وأولاده فوجدوا روحه قد خرجت مع لا إله إلا الله. يا لها من خواتيم، يا لها من خواتيم، يا لها من خواتيم، يا لها من خواتيم. صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء، هز الجوامد كلها وما اهتززت له يا حي. صلوا وأنت في الملاهي غارقا، أولم تخاف عجبا أخي عجبا أخي. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، بالخواتيم. يا لها من خواتيم، خواتيم. تذكر دائما يا عبد الله صدق التضرع إلى الله ودوام اللجوء إليه والتباكي بين يديه. عبد الله، فعليك بالإخلاص فإنه خلاصك. تذكر دائما أنك في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه. تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه.
إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما